الموناليزا المصرية. الموناليزا المصرية لوحة أوز ميدون. لوحة أوز ميدون، احنا طبعا قبل ما نتكلم عن اللوحة احنا خلصنا الأسرة الثالثة وبدأنا في عصر جديد اللي هو عصر الأسرة الرابعة. مين مؤسس الأسرة الرابعة؟ مؤسس الأسرة الرابعة الملك سنفروي، بمعنى الإله حلاني وجملني، اللي احنا بندلعه بنقول عليه ايه؟ سنفرو. هو مؤسس الأسرة الرابعة وأبو الملك خوفو، ثاني ملوك الأسرة الرابعة. طب هو ما كانش في عنده أبناء غير خوفو؟ لا، كان عنده أبناء تانيين. كان عنده ابنه نفرماعت. نفرماعت صاحب المقبرة اللي عثرنا فيها على لوحة أوز ميدون. دي اللوحة بنسميها الموناليزا المصرية ليه؟ لأن هي لوحة من اللوحات النادرة اللي ما زالت محتفظة بجمال ألوانها. طب ليه الوز اختاروا المصري القديم للتمثيل بيه على جدران المقابر بتاعته؟ الوز رمز للإله جب، إله الأرض، وكان طارد للأرواح الشريرة من المقبرة. فهنلاقي هنا عندنا 3 أزواج من الأوز، لو بصينا لهم للحظة الأولى هنحس إن هم كلهم شبه بعض، بس لو دققنا في التفاصيل هنلاقيها مختلفة تماما. لو بصينا لشكل الوزة دي وألوانها هنلاقيها مختلفة عن الوزة دي. لو بصينا للوزتين دول وألوانهم هنلاقيهم مختلفين هنا عن الألوان دي. استخدم هنا في اللون الأبيض استخدم الحجر الكبير اللي لونه أبيض. اللون الأسود استخدم فيه الفحم. اللون الأحمر استخدم فيه أكسيد الحديد. الأخضر أكسيد نحاس. بدأ يستخدم الألوان اللي بيستخدم بيها من الألوان الطبيعية. حافظ على ثبات الألوان دي ورونقها ازاي؟ عن طريق زلال البيض اللي هو بياض البيض والشمع العسل النحل. طيب ظهر عندنا عالم بريطاني شكك في ان اللوحة دي هي الأصلية وقال دي مزيفة، قال تقليد، لكن نكذبه طبعا بكل ثقة، لأن احنا عندنا وجدنا كتير جدا من المقابر اللي ما زالت محتفظة برونق وجمال ألوانها، ومفيش أدلة على كده أكتر من مقبرة نفرتاري. تمام؟ هنا عندنا في اللوحة من